السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء بهذا الفيديو الجديد. طبعا حبيت أنه أبلغكم وأوضح لكم بشيء تعطيل الدوام وتأجيل الامتحانات. بالنسبة لتأجيل الامتحانات ماكو هنالك أي قرار بشأن تأجيل الامتحانات والامتحانات في موعدها المقرر، لكن من ناحية العطل الرسمية فقد يكون يوم غد هو يوم عطلة رسمية بمناسبة يوم نهائي كأس الخليج، وكل العالم مترقبة من أجل الاستمتاع بمشاهدة النهائي. طبعا مثل ما تلاحظ المتحدث باسم أمانة العام لمجلس الوزراء حيدر مجيد لغاية الآن لا يوجد أي توجيه بشأن إعلان عطلة رسمية اليوم غدا الخميس بمناسبة نهائي، يعني ماكو لحد الآن ماكو. لكن كتوقع الشخصي في خلال الساعات القادمة المقبلة سيتم تعطيل الدوام في جميع العراق بمناسبة تأهل العراق إلى نهائي كأس الخليج. أخذوها من يمي، راح يتم تعطيل الدوام بإذن الله. هو تبقى القرارات يم مجلس وزراء، لكن توقعي إن شاء الله ما راح يخيب، راح يصيب بإذن الله. فأنتم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. قدامكم قناتي الموجودة اللي هي الأستاذ حسين القريشي حتى تكون واضحة قدامكم. ابحثوا عن هذا الاسم الأستاذ حسين القريشي بالتليجرام حتى يظهر لكم جميع التفاصيل بإذن الله بشأن إعلان العطل أو لا يوجد هنالك أي عطل. تحياتي لكم، شكرا لكم على حسن المشاهدة والاستماع. تقبلوا تحياتي، أخوكم الأستاذ حسين القريشي، مع ألف سلامة.